وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان عاوزين نوصل 200 ألف مشترك في أقرب وقت. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا بالقاضي وهو مستخبي هو وأسرته في بيت في الأحياء الفقيرة، وبيروح له ساشو وبيسأله إيه اللي حصل، فبيقول له بعد ما أصدرت حكم ضد وزير الحزب الحاكم بدأ يضغطوا عليه علشان أغير الحكم، ولما رفضت اقتحموا بيتي وحاولوا يقتلوني انا وعيلتي وهربنا منهم بصعوبة. فبيقول له ساشو بس المكان هنا مش مناسب ليكم، انا اعرف مكان في بيوت امان هنقلكم عليه، لكن قبلها عايزكم تسمعوا قصة المحارب الشجاع بهاجة الاول. وبيرجع بالاحداث وبيتصل الشرطي ناريان على المفتش وبيقول له في 20 سجين جم على الحبس الاحتياطي، ادخلهم الزنزانة ولا استنى وصولك؟ فبيقول له دخلهم لاني هتأخر شوية، وبيسأله هدخلهم انه اسم؟ فبيقول له ناريان عندي اوامر ادخلهم الاسم ايه مع انهم المفروض يدخلوا القسم بي. فبيقول له المفتش تمام وبيقفل، وبعدها بيفكر المفتش مع نفسه وبيرجع يتصل على الاسم وبيسأل الشرطي في اي شخصية مهمة في القسم بي. فبيقول له الشرطي ايوه في رجل الاعمال راتان اللي بيدعم الحكومة ماليا. فبيقول له المفتش طب الحقوا بسرعة لانهم جايين يقتلوه. فبيضرب الشرطي جرس الانذار وبيجري راتان من المجرمين وبيدخل القسم سي، وبيحاولوا الشرطيين يوقفوا المجرمين لكن مش بيعرفوا، وبيتصل ناريان على المفتش وبيقول له اطمن راتان دخل القسم سي وبهاجة موجود هناك وهيقوم بالواجب. وبيتلموا المجرمين على راتان ولسه هيقتلوه، بيوقفهم بهاجة وبيقول لهم ابعدوا علشان املى للجد الجردل. فبيقول له المجرم ده انت مجنون مش عارف مين اللي قدامك، ده الزعيم جبعتي. فبيقول له بهاجة المفروض ان اخاف يعني ولا ايه مش فاهم. فبيهجموا عليه المجرمين فبيضربهم بهاجة كلهم بقوة واحد ورا التاني، وبيروح الجد يملى الجردل بكل هدوء وبيقول للبهاجة خلينا قاعدين شوية لحد الغروب. وبيجي المجرم ده برجالته وبيقول للجباتي انا طلبت منكم تقتلوه. فبيقول له جباتي استنى 5 دقايق لحد ما بهاجة ياخد الجد ويمشي. فبيغضب المجرم وبيحدف طوبة بتيجي في الجردل تقلبه، فبيغضب بهاجة مرة تانية وبيقوم يعدم المجرم العافية هو ورجالته. وبيوصل المفتش وبيخاف جباتي من قوة بهاجة وبيجري يفتح البوابة وبيسلم نفسه، وبيشكر راتان بهاجة على مساعدته وبيندهش المفتش من شجاعة بهاجة وقوته الكبيرة، وبيطلب من ناريان يوريله الملف بتاعه. وبتكون مامة بهاجة بتصارع الموت على امل انها تشوف ابنها مرة أخيرة، وبيروحوا أهل بهاجة للمفتش وبيترجوه يبعت معاهم بهاجة يشوف مامته علشان روحها ترقد في سلام. فبيوافق المفتش وبياخد بهاجة بنفسه يشوف مامته، وبعد ما بتشوف الأم بتستريح وروحها بتطلع بسلام. وبيحرق بهاجة جثة مامته وبيشكر المفتش وبيقول له أنا مديون لك بحياتي. وبيقرب بهاجة من المفتش وبنته وبيبقوا أصحاب، وبيقول بهاجة للمفتش بنتك شكلها حلو قوي في لبس الجيش. فبيقول له المفتش قبل الجواز تم اختيار مراتي في القوات الجوية لكنها ضحت بوظيفتها علشان تشاركني حياتي وخلفت فيجي، وبعدها ماتت وسابتنا احنا الاتنين، لكني ما زلت حاسس بالذنب لاني ما خليتهاش تحقق حلمها بالالتحاق بالجيش، والحاجة الوحيدة اللي هتخليني اتحرر من ذنبي هو اني ادخل فيجي الجيش، لكني مش عارف لما تكبر هتسمع كلامي ولا لا. فبيقول له بهاجة البنات مش لازم يكونوا ضعفاء زي الغزلان دول، لازم يبقوا شرسين زي النمور، ولو ما سمعتش كلامك انا هحاول اقنعها. وبيصنع بهاجة الفيجي تمثال وكرة ارضية وبيقول لها لازم تفضلي طول عمرك شجاعة مهما حصل. وبيتم وقف المفتش عن العمل بسبب انه خلف القواعد وخرج بهاجة، وبيحزن بهاجة لما بيعرف، وقبل ما يسيب المفتش الاسم بيضيف اسم بهاجة في قائمة السجناء اللي هيتم الافراج عنهم. وبيخرج بهاجة من السجن وبيروح يزور المفتش في بيته وبيقول له انا لو كنت اعرف انك هتخسر وظيفتك ما كنتش هروح اشوف امي. فبيقول له المفتش حصل خير وبيسأله هتفضل هنا ولا هترجع على قريتك؟ فبيقول له بهاجة هفضل هنا لان عندي شوية حاجات عايز اخلصها. فبيقول المفتش لبنته اجهزي علشان هوصلك في طريقي عند عمك ناريان على ما اروح حيدر اباد وارجع. فبتقول له فيجي لا انا هفضل هنا مع عمو بهاجة. فبيسأل المفتش بهاجة هتفضل معاه لحد اما ارجع؟
فبيقول له بهاجة مفيش مشكلة، وبيستلم المفتش قرار نقله من حيدر أباد. وهو رجع في الطريق فجأة بيظهروا أطفال المدرسة دول قدامه، فبيفديهم وبتتقلب بيه العربية وبينقلوه على المستشفى. ولما بتسمع فيجي وبهاجة الخبر بينصدموا، وبيروح بهاجة يزور المفتش في المستشفى، فبيديله المفتش صورة فيجي بلبس الجيش وبيموت. وبيحرق بهاجة جثة المفتش وبيتولى تربية فيجي، وبيحاول يخفف عنها ألمها على قد ما يقدر. وبتصاب فيجي بنوبة هلع نتيجة لصدمتها على باباها، وبتنصح الدكتورة بهاجة انه يربي فيجي على انها الشخص قوي، لانه لو رباها على انها بنت هتعاني كتير بسبب رهابها. وبينفذ بهاجة كلام الدكتورة وبيربي فيجي على الشجاعة، وبيقول لها لو وقعتي في اي مشكلة فكري فيا كأب وهتلاقيني قدامك فورا. وفعلا بيكون بهاجة بمثابة الاب والام لفيجي. وبتكبر فيجي وبتدخل الجامعة، وبتكون هي وكارتك بيحبوا بعض. وبتخبط فيجي وصاحبتها عربية الشرطة، وبيطلب المفتش من الشرطيين ياخدوهم على الاسم. وبتتصل فايشو على عمتها الدكتورة كوتشي علشان تروح لهم على هناك. وبيكون المفتش شخص عديم الحياء وعينه زايغة. وبتروح كوتشي على الاسم وبتهدد المفتش انها هتبلغ عنه بتوع حقوق الانسان. فبيمسك المفتش ايديها وبيخليها تخربش الشرطي ده، وبيهددها انه هيعمل لها قضية تعدي لو حاولت تعمل كده. وبيوصل بهاجة على الاسم وبيطلب من المفتش يخلي سبيلهم وهو هيدفع الغرامة. فبيستفزه المفتش بالكلام وبيقول لفيجي الكلام قبيح. فبيغضب بهاجة وبيقلب ازازة الويسكي عليه وبيولع في بطنه كمان. فبيعتذر له المفتش وبيقول له مش عاوز منك غرامة وخد البنات وامشي بس. فبيطفيه بهاجة وبيديله درس في الاخلاق وبيمشوا. وبيحتفل راهول بعيد ميلاده في حيدر أباد، وبيحضروا السياسيين والصناعيين عيد ميلاده. وبيجتمع رئيس الوزراء مع جوجي رئيس الحزب، وبيقول له ان في موظف في الجمارك في المينا اكتشف ان راهول بيهرب مخدرات في السفن بتاعتنا، وادى تفاصيل كاملة عن الموضوع لمراسل ما. وراح المراسل ده وسلم الملف الباندي منافس راهول، وبلغ بدوره باندي شرطة الجمارك وصدروا السفينة المحملة بالمخدرات. وبيخرج راهول لضيوفه وبيكون مركب رجل صناعية، وبيسأل جوجي فين هديتي. فبيقول له جوجي مفيش وقت للكلام ده، احنا لازم نوقف شرطة الجمارك واللي سرب الخبر في اسرع وقت. فبيكرر راهول سؤاله بعصبية. فبيقول له جوجي عايز ايه؟ فبيقول له راهول عاوز مشروع في، لانه هيربط كل منافذ البيع من ولاية جوجارت الكالكوتا، واللي هيحصل عليه هيسيطر على البلد باكملها. فبيقول له جوجي هديهولك بس خرجنا من الورطة دي. فبيبعت راهول رجالته يقتلوا موظف الجمارك وباندي والمراسل. وبيكلم راهول ابنه وبيقول له هتقدر تهرب من الشرطيين؟ فبيقول له ابنه صعب، الشرطيين محاصرني. فبيؤمر راهول فيكي يفجر السفينة باللي عليها. وبيقول جوجي لراهول ازاي ابنك يهون عليك؟ فبيقول له راهول طالما البني ادم عايز حاجة ما تتقدرش التمن، يبقى لازم يضحي قصادها بحاجة ما تتقدرش التمن برضه، لان في مجتمعنا ده البقاء للاقوى، وانا لازم اخلي العالم كله تحت رجليا. وبيحتفل بهاجة وفيجي بالمهرجان وبيغنوا وبيرقصوا، وبيمرنها وبيقول لها انا بقالي 3 سنين بحاول اقنعك تمضي استمارة الالتحاق بالجيش، مش ناوية تمضيها السنة دي بقى؟ فبتقول له لا. وبيقول ده لكاتشي انت بقى عندك 35 سنة وانا جبت لك اقتراحات جواز لرجالة في سن ال40. فبتقول لهم كاتشي انا شفت واحد شجاع مؤخرا ووقعت في حبه، وان شاء الله قريب هتسمعوا عني اخبار كويسة. وبتروح كاتشي لبهاجة الماركت تفكره بنفسها. ولما بيعرف بهاجة انها دكتورة نفسية بيطلب منها تساعده وتقنع فيجي انها تمضي استمارة الالتحاق بالجيش. وطبعا بتوافق كاتشي وبتقول له هاتهالي البيت الساعة 6. وبيروح بهاجة ومعاه فيجي على بيت كاتشي، وبيستنى بره. وبتقول فيجي لكاتشي انا مش همضي لكني هتعاون معاكي علشان توقعي عمي بهاجة في حبك، لان فايشو حكيت لي كل حاجة اهو على الاقل ساعتها يمكن يركز معاكي واتخلص من ضغطه عليا. فبتشكرها كاتشي هي وفايشو. وبتخرج كاتشي لبهاجة وبتقول له تعالى معايا نشتري الخضار من السوق، لاني لازم ادرسك مع فيجي علشان اقدر اقنعها تمضي. وبتشوف الست دي كاتشي مع بهاجة في السوق. فبتقول لها انت اتجوزت امتى؟ فبتتكسف كاتشي وبتحمر. فبيتضايق بهاجة وبيقول لها انا همشي بعيد عنك علشان الناس ما يفهموش غلط. ولما بيفضلوا يتكلموا بالمشاورة بيقول الاتنين دول عليهم لما بيشوفوهم دي اكيد مرات جاره وبتخون جوزها معاه. فبيقول بهاجة ايه القرف ده الزوج والزوجة افضل، وبيمشي جنب كاتشي. وبيسألها هي فيجي ما زالت بتشاهد الفيديوهات العلاجية؟
فبتقول له طبعا، وبتكون فيجي عايشه اللحظه في التليفون مع كارتك اصلا، وبتستاذن الست دي من كاتشي وبتقف تتكلم على جنب مع بهاجة. فبتغير كاتشي وبتساله مين دي يا بيه، فبيقول لها دي واحده جوزها سكير ضربته وخليته يشتغل غصب عنه، وهي كانت بتشكرني لانها بتعتبرني زي اخوها. فبتطمن كاتشي وبتقول له تفتكر انا ليه اتضايقت، فبيقول لها علشان نفسك تناديني باخي زيها مش كده. فبتمسك قلبها من الصدمه. وفي اليوم التاني بيوصل بهاجة فيجي عند كاتشي وبتقول لها كاتشي انا مجهزه لك الفيديوهات العلاجيه جوه، ادخلي اتفرجي عليها. وبتقول للبهاجة تعالى نخرج علشان اكمل دراستك. وبيروحوا ياكلوا ايس كريم، وبتكون فيجي مقضيها مع كارتك في البلكونه وفايشه مراقبلها الطريق. وبتسال كاتشي بهاجة الجو الرومانسي ده مش بيفكرك بحاجه، فبيقول لها بيفكرني لما كنت قاعد نفس القعده مع بنت عمي وبناكل ايس كريم برضه، وقربت منها لما سالتني نفس السؤال وقلت لها كل واحد يحاسب على الايس كريم بتاعه. فبتاخد كاتشي الصدمه تانية وبتقول انا هركز على رفاهياتي افضل من جوازي. وبيقول نائب رئيس الوزراء للسياسيين هو علشان راهول بيقدم ملايين التبرعات لصندوق الحزب كل سنه تدوا الاذن للسفن المحمله بالمخدرات بالوقوف في المينا، ده انا هوديكم كلكم في داهيه ومعايا الملف اللي هسجنكم بيه. فبيغضب راهول منه وبيخنقه لحد ما بيموت في ايده. وبيقولوا السياسيين للاعلام انه مات بسبب ازمه قلبيه نتيجه للضغط الذهني. وبيقول راهول لجوجي انا قتلت ابني علشان انقذكم، هتدوني بقى مشروع فيه امتى؟ فبيقول له جوجي ما تقلقش، كده كده المشروع ليك، بس لازم الاول تلاقي مساعد النائب اللي هرب بملف الادله من المكتب علشان ما نروحش كلنا في داهيه. وبتستمر محاوله الضغط من بهاجة على فيجي علشان تمضي على استماره الجيش. وبتقعد كاتشي مع فيجي وبتقول لها علشان تخلصي من الضغط ده امضي وافشلي في الاختبارات البدنيه والامتحانات وهم كده مش هيقبلوكي. فبتقتنع فيجي وبتمضي الاستماره. وبيفرح بهاجة وبيشكر كاتشي وبيقول لها انا عارف اللي في قلبك، ولو فعلا صادقه فيه فهتضطر تستنيني فتره طويله. وبيحاول كاران يقرب من فيجي بالقوه في مكتب الكليه لانها بتحب كارتك وهو لا. وبتروح فيجي تقول للمدير اللي حصل، فبيضرب المدير كاران بالقلم وبيرفده من الكليه. وبيشوف بهاجة فيجي متضايقه فبيسالها في ايه، فبتحكي له اللي كاران عمله. وبتقول له ان باباه ساشو اقتحم الكليه وضرب المدير وهددني ان ابنه هيقلب حياتي الجحيم. فبيغضب بهاجة وبيركب موتوسيكله علشان يروح له. فبتقول له فيجي بلاش ارجوك لانهم اصحاب نفوذ عاليه. فبيقول لها وايه المشكله، مهما كانوا لازم يقفوا عند حدهم. وبيقتحم بهاجة بيت ساشو وبيقعد قدامه بيقول له انت سالت بنتي مين هينقذها ويوقفك، عشان كده انا جيت لك. فبيقول له ساشو انت لو كنت سالت عليا قبل ما تيجي هنا كنت هتيجي ساحف وتقعد تحت رجليا. فبيضحك بهاجة وبيقول له انا هحكي لك عن نفسي حاجه ما يعرفهاش ناس كتير. عارف مذبحه بهيمشيري اللي حصلت من فتره في عاد الاباد انا بصاحبها. فبينصدموا كلهم وبيقول له بهاجة انا هحكي لكم بنفسي اللي حصل يومها علشان يستمر خوفكم مني للابد. وبيرجع بالاحداث وبيقول لهم يومها هجموا المجرمين على الضباط اللي بيحموا الغابه وقتلوهم بكل وحشيه. وهرب طفل منهم وصرخ باعلى صوت في الغابه علشان يلاقي حد يساعدهم. وسمعت صوت صراخه وكنت وقتها شرطي وسبت الواجب والقواعد على جنب ورحت قتلت المجرمين دول بدون اي رحمه. تخيل بقى اني عملت كل ده علشان طفل ما عرفوش، ممكن بقى اعمل ايه علشان بنتي اللي ربتها. وبيمسك السيف وبيبص الكرام بغضب فبيترعبوا كلهم. وبيركع ساشو على ركبه وبيتوسل له يافع عن ابنه وبيقول له لو عاوزني اسيب البلد كلها وامشي كمان همشي. فبيقول له بهاجة مشيك مش هو الحل، انت راجل مثقف ولازم سلوكك يتغير، ولولا اني وعدت فيجي باني هتكلم معاكم بس كان زماني قطعت رؤوسكم كلها. وبيروح ساشو وابنه يعتذروا لفيجي في البيت ومن وقتها بيتصلح حال ساشو وبيبقى شخص مسؤول. وبنرجع للحاضر وبيقول ساشو للقاضي ان الشخص الوحيد اللي هيقدر على راهول هو بهاجة. وبيفضل راهول يدور على مساعد النائب في كل مكان مش بيعرف يوصل له وبيقتل كل اللي له علاقه بيه. وبيروح مساعد النائب على محطه الاتوبيسات دي وبيقابل مراسله هناك وبتطمنه انها ما عرفتش قناتها بمقابلتهم. فبيقول لها المساعد طول ما الدليل ده معايا انا وعيلتي بامان. فبيقول له نائب المعارضه ده ان الدليل ده هيدمر السياسيين وراهول في خلال ساعه ومش عايزك تقلق لاني هكلم رئيس حزب المعارضه بنفسي وهنقذك منهم. وفجأة بيهجموا عليهم رجالة راهول وبيقتلوا النائب ورجالته وبيهرب المساعد والمراسلة من الشباك. وبتقول فيجي الكارتك عمي عايز يبعتني على أكاديمية تدريب في حيدر أباد وده أنسب وقت علشان تتقدم
تقدم لي فيه. فبيقول لها كارتك ماشي بكره هجيلكم انا وبابا. وبيدخل المساعد والمراسله الكافيه وبتقول له المراسله انت لازم تبعت الادله على بريدك بسرعه وتعطل الفلاشه. فبيبص حواليه بيلاقي فيجي معاها لاب، فبيستأذنها وبيستخدمه وبيشوفوه رجاله راهول كاميرات المراقبه بتاعه الكافيه. وبيقول سينو لفينكات ان المساعد حمل بعض المعلومات على جهاز البنت دي ولازم نلاقيها باي تمن. وبيروح كارتك وباباه على بيت فيجي وبيطلب باباه ايديها، لكن بوقاحة شديدة جدا وبيباها بفلوسه. فبيغضب بهاجة منه وبيضربه وبيرفض الجوازة. فبتعتذر فيجي لكارتك بالنيابة عن بهاجة، لكنه مش بيقبل اعتذارها وبيقول لها نسيني واعرفي ان طول ما انت عايشة مع الشخص الحيوان ده مش هتحققي اي حاجة. وبيدخل بهاجة بعدها يواسي فيجي وبيقول لها ان مش ده الشخص المناسب ليكي لانه كان لازم يدعم استقلال حياتك. فبتقول له فيجي ارجوك كفايه لحد كده وسيبني اعيش حياتي زي ما انا عايزه، لان بخاف من كل حاجه وعندي رهاب، ازاي عايزني انضم للجيش. وبتقول كاتشي البهاجه ما ينفعش تجبرها على حاجه هي مش عاوزاها، سيبها براحتها. فبيقول لها ازاي عايزاني اسيبها وهي عندها كل نقاط الضعف؟ انا استحاله اسيبها غير لما اخليها قويه وتقدر تعتمد على نفسها لاني مش هعيش لها العمر كله. وبتتجاهل فيجي بهاجه وبتقرب من كارتك بالعند فيه. وبيروحوا العصابه بيت فيجي بالليل، لكن اول ما بيشوف فينكات بهاجة بيفتكر مطاردة الغابة وبياخد الرجالة وبيهربوا بسرعة. وبيروح بهاجة لمفتش الاسم وبيخليه يوريله كاميرات مراقبة الشارع، وبيلاقي ان العصابة بقالها 4 ايام مراقبين فيجي. وبيقوله المفتش انها في خطر، وبيقول فينكات لسينو اصرف نظر عن فيجي لان استحالة حد يقدر يلمسها طول ما بهاجة معاها. وبيتعاون صاحب كارتك مع سيمو وبيروح يقول للفيجي في الكلية كارتك عايزك في موضوع مهم، فبتروح معاه ومش بيشوفها بهاجة. وبيدخل بهاجة يسأل فايشو عنها، فبتقوله انها راحت مع سوريش تقابل كارتك. فبيقبض المفتش على فينكات وبيضربه وبيسأله بهاجة فين فيجي. فبيقول له سوريش اخدها على مكان بعيد علشان يقتلوها. وبيودي سوريش فيجي للعصابة وبيطلب عمولته. فبيضربه وبيسأل سينو فيجي الشخص اللي استخدم جهازك في الكافيه قالك ايه؟ فبتقوله ما قاليش حاجة ودي كانت اول مرة اشوفه، لكنه مش بيصدقها وبيضربها وبيفتح اللاب. ولما بيلاقيه نضيف بيتصل سينو على راهول وبيقول له البنت طلعت بريئة وما تعرفش حاجة، اعمل معاها ايه؟ فبيقول له قتلها لانها عرفت دلوقتي كل حاجة. وبتيجي النوبة لفيجي وبتفكر في بهاجة كاب. فبيوصل بهاجة عندها وبيدخل عليهم كأنه وحش لا يقهر، وبيفضل يضرب فيهم كلهم بقوة ومحدش بيكون قادر عليه. وبيدخلوا عصابة تانية بموتوسيكلات وبيحاولوا يقتلوا بهاجة، لكنه بيقدمهم العافية وبيدخلوا المجرمين يستخبوا في القفص ده من خوفهم. فبيدخل بهاجة وراهم وبيسحقهم كلهم. وبيتصل سينو على راهول وبيقول له هجم علينا شخص بقوة جيش كامل ومش قادرين نوقفه، ارجوك كلمه علشان يرحمنا لانه عاوز يعرف انت مين. وبيقول سينو لبهاجة كلم رئيس راهول على كاميرا المراقبة هو شايفك. فبيقول بهاجة راهول سانجيفي صديقي القديم اهلا وسهلا، انا بهاجة ابن الغابة، فاكرني ولا نسيتني؟ انا هصفي حسابي القديم معاك والجديد كمان. فبينصدم راهول لما بيعرفوا وبنرجع بالاحداث علشان نعرف سبب العداوة اللي بين راهول وبهاجة. وبيروح النائب سانجفي يضرب شرطي الغابة اللي بهاجة انقذه وبيسأله مين اللي ضرب رجالتي. فبيقول له النائب المفوض الشرطي بهاجة اللي ضربهم. فبيقول له سانجفي هاتهولي على منهي اجتماعي ده علشان اقتلهم الاتنين مع بعض بمسدسك. وبيروح سانجفي على اجتماعه وبيدخلوا شرطيين عليه وبيقول له شرطي رافي انت رهن الاعتقال بسبب انشطتك الغير قانونيه وقتل رجال الشرطه بوحشيه. فبيضربوا رافي وبيقول له انت عايز تقبض عليا انا؟ فبيضحك رافي وبيقول له انت بتضربني طب استلقى وعدك من ملك الغابه. ومفتش الدايره بهاجة وبيقتحم بهاجة المكان بعربيته وبيهين سانجفي قدام كل الموجودين وبيضربوا وبيركبوا البوكس غصب عنه. فبيقول له سانجفي انا لو اتصلت على رجالتي هيحرقوكم كلكم قبل ما تاخدوني على المحكمه. فبيقول له بهاجة اتصل على اللي انت عايزه. وبيروح بهاجة علشان يقبض على المجرم كيتو. فبيدرى كيتو منه وبتوصل عصابه النائب وبيقول زعيمهم لبهاجة انت فاكرني
فاكرنا هنسيبك تاخد زعيمنا كده بسهولة؟ فبيقول لهم بهاجة استنوني هتكلم مع كيتو 5 دقايق وهرجع لكم. وبينادي بهاجة على كيتو وبيقول له اركب البوكس بالذوق احسن لك. فبيقول له كيتو عصابة بيهار اقوى مننا، لو غلبتهم هركب معاك. وبيقول المجرم ده لبهاجة انت فاكر نفسك هتقدر تاخد صديقي؟ فبيقتلوا بهاجة بوحشية هو ورجالته لان شكلهم مش عاجبه. وبيغطي كيتو واصحابه وشهم وبيركبوا البوكس بالذوق علشان بهاجة ما يتنرفزش من شكلهم ويقتلهم هما كمان. وبعد ما بيشوفوا عصابة النائب قوة بهاجة بيموتوا في جلدهم وبيهربوا من خوفهم. وبيحط بهاجة سانكفي في السجن. وبيروح نائب المفوض على الاسم وبيطلب من بهاجة يخرج سانكفي وبيقوله انه مش مجرد عضو في المجلس، ده واحد من الممولين الرئيسيين للحكومة. فبيقول له بهاجة خلاص اتحمل جرايمه وادخل السجن بداله وساعتها بس انا هخرجه. فبيقول له نائب المفوض انا اعلى منك في الرتبة وممكن اوقفك عن العمل في خلال ساعة. فبيثور كل الشرطيين اللي في الاسم عليه وبيقول له رافي مرة المفتش بهاجة اعتقل مجرم ونائب مفوض زيك قدر يوقفه عن العمل. عارف بقى عمل ايه بعدها؟ فبيقول له بهاجة قطعت راس المجرم ورحت حطيتها في ايد نائب المفوض ومن صدمته مات بسكتة دماغية. لو عاوز توقفني اتفضل وانا هجيلك بدماغه مقطوعة. فبيخاف نائب المفوض وبيقول سانكفي لنائب المفوض مفيش داعي لايقافه عن العمل، رتب لامر كفالتي. فبيقول له بهاجة ومين قالك اني هسمح لك تخرج بكفالة بعد ما اهنت الشرطيين؟ انت لازم تدوق طعم السجن علشان تتعلم الاحترام. وبتترفض كفالة سانكفي ل10 ايام بسبب تقديم لائحة اتهام قوية ضده وطبعا من بهاجة. وبيقابل راهول المسؤول الاعلى وبيخرج باباه من السجن وبيقول راهول لباباه انا هقتله قدام عينيك. فبيقول له سانكفي انا مش عايزه يموت، انا عايزه يعيش بقية حياته في السجن علشان يدوق مرارة الاسر اللي دوقهولي. وبيموت بسكتة قلبية بسبب ألمه. وبيولع راهول في الغابة وبيقتل اخوات بهاجة. وبيوصل بهاجة وبيحدف راهول برمح في رجله وبنعرف ان هو ده السبب في قطع رجله. وبيضربوا راهول رصاصتين وبيعوروا في وشه. وبيقول راهول لمامة بهاجة هتشهدي ضد ابنك في قضية المخدرات والسلاح اللي هشيلها له ولا لا؟ وبيهددها بقتل القرويين. فبتقول له هشهد لان مش لازم حد بريء يموت علشاننا. وبنرجع للحاضر وبياخد بهاجة فيجي وبيسافر على حيدر اباد علشان يقدم لها في اكاديمية التدريب. وبيركبوا رجالة راهول الباص ورا بهاجة علشان يقتلوه. فبيضربهم بهاجة بقوة كلهم واحد ورا التاني وبيحدفهم بره الباص. وبيقتحم بهاجة مبنى راهول بالباص وبيطلع له في الاسانسير. ولما بيدخل الحراس كلهم ورا بهاجة بيقدر انه يخلص عليهم. وبينزل من الاسانسير وبيتحدى هو وراهول بعض بالكلام. وبيمشي وبياخد بهاجة فيجي على الاكاديمية وبيقول للمدرب انا سمعت ان اي شخص بتدربه بيتقبل في الجيش على طول، ممكن تدرب بنتي؟ فبيقول له المدرب البنات ما يصلحوش للجيش واخرهم يتجوزوا بس ويقعدوا في البيت. فبيقول له بهاجة انت غلطان ازاي تقول كده؟ فبيقول له غلطان في ايه؟ تحب اثبت لك كلامي؟ وبيطلب من فيجي تعمل بعض التدريبات وبيوري له انها ما تقدرش تتحمل نص اللي الراجل بيتحمله. فبيغضب بهاجة وبيتحدى واحد من الشباب وبيضربه وبيقول له هم دول الرجاله اللي انت بتتباهى بيهم؟ انا لو كنت عايز يبقى عندها عضلات كنت اكلتها كل يوم كبش، لكنها محتاجه للقوه العقليه وعلشان كده جبتها على هنا. وبيمسكوا الشباب سواق وبيقولوا للكابتن اننا شفناه بيدي للطفله دي شوكولاته وبيلمسها بنوايا سيئه. فبيحزن بهاجة وبيسأل الطفله هو ما حدش علمك في المدرسه ان لو حد لمسك بطريقه مش كويسه لازم تقولي لمامتك؟ فبتقول له لا. فبياخد بهاجة الطفله وبيروح على المدرسه وبيكون في احتفال سنوي والامهات موجوده مع اطفالها. وبيستأذن بهاجة من المديريه وبيعلم الاطفال ان في 3 اماكن في جسمهم ما ينفعش حد يلمسهم مهما كان قريب منهم. وبيوجه كلامه للامهات وبيقول انتوا لازم تربوا ولادكم على الشجاعه علشان لما يكبروا يقدروا يدافعوا عن نفسهم. وبعد ما بيسمع الكابتن كلام بهاجة بيندم على فكرته اللي اخدها عن البنات وبيقبل فيجي في الاكاديميه وبيبدا يدربها زيها زي باقي الشباب. وفعلا بيتحسن اداء فيجي تدريجيا وبيفضل بهاجة طول الوقت يدعمها. وبيروح كارتك لفيجي الاكاديميه وبيقول لها انا لقيت شغلانه كويسه، سيبك من التدريبات والكلام الفاضي ده وتعالي معايا علشان نتجوز. وهنا بتقول له فيجي احنا ما ننفعش لبعض. فبيقول لها انت وقعتي في فخ بهاجة تاني وبيغلط فيه. فبتقاطعه فيجي وبتقول له اوعى تغلط فيه لانه كل حاجه في حياتي وعنده استعداد يضحي بحياته علشاني، مش اناني زيك ومش بيفكر غير في نفسه. فبيمشي كارتك قفاه يقمر عيش. وبيفرح بهاجة وبيحس ان تربيته ليها ما ضاعتش هدر. وبيوصلوا رجاله راهول لمكتب مساعد النائب وبيقبضوا عليه
علي، وبتمنح الحكومة لراهول مشروع في، وبيحاصر جيش من رجالة راهول بهاجة من ناحية، ومن ناحية تانية بيحاصروا فيجي، ومن ناحية تالتة خالص بيخطف راهول كاتشي، وبيسألها راهول تفتكري مين دلوقتي الأقوى أنا ولا بهاجة؟ فبتقول له بهاجة، فبيقول لها قولي إن أنا الأقوى وأنا مش هقتلك، فمش بترضى وبتفضل تمدح في قوة وشجاعة بهاجة، وبتقول له أنت فاكر إن بهاجة ممكن يكون عارف إن فيجي في خطر ويقعد هادي، وهي كل حياته أصلا أنت تبقى بتحلم. وبيلاقي راتان اللي بهاجة أنقذه في السجن أخيرا فرصة علشان يسدد لبهاجة دينه، وبياخد قوة من الشرطة وبيروح لبهاجة ينقذه، وبيبعت قوة تنقذ فيجي، وبيحرروا مساعد النائب، وبينعكس السيناريو على راهول، وبتمشي كاتشي من غير ما يقدر يلمسها، وبيروح رئيس الوزراء والسياسيين لبهاجة وبيطلبوا منه يسلموا مساعد النائب، وهم هيخلوا راهول يبعد عنه وعن فيجي للأبد. فبيقول لهم بهاجة أنا مش بخاف، وبيكلمهم بكل ثقة، وبيقول لهم لو عاوزيني أخلي المساعد ما يفضحكمش خلوا راهول يواجهني ويجيب الرجالة اللي هو عاوزها، وهكون أنا وبنتي وبس موجودين، وسواء انا عشت او هو اللي عاش اوعدكم انكم هتكونوا في امان. فبيقبلوا السياسيين الصفقة، وبيروحوا يقنعوا راهول بالكلام، وبيحددوا مكان المواجهة، وبيروح بهاجة ومعاه فيجي لوحدهم، وبيوجه بهاجة عدد كبير من رجالة راهول لوحده، وبيخلص عليهم كلهم. وبتكون كاتشي قالت لبهاجة قبل ما تمشي علشان فيجي تتعالج من رهابها لازم تحس انها تخسرك علشان توجه خوفها بشجاعة وتخف. وبينفذ بهاجة كلام كاتشي، وبيسيب العصابة تضربه بدون مقاومة، وبيضربوا العصابة فيجي هي كمان بقوة، وبتقع فيجي على الأرض، وبتفتكر رعاية بهاجة ليها، وبتقوم تمسك في المجرمين، وبتفضل تضرب فيهم واحد ورا التاني بمنتهى القوة. فبيفرح بهاجة وبيقوم يبتسم، فبتقول له يعني انت كنت متعمد؟ فبيقول لها ايوه، ودلوقتي انت بقيت البنت الشجاعة اللي انا كنت عايزها. وبيضربوا الاتنين رجالة راهول مع بعض بمنتهى القوة، وبيخلصوا عليهم كلهم، وبيتقاتل بهاجة وراهول، وبيفضل الاتنين يضربوا ببعض بقوة وغضب، وفي النهاية بيسيطر بهاجة عليه وبيقدر يقتله. وبيقول بهاجة للسياسيين يا رب تكونوا اتعلمتوا من اخطائكم وما تكرروهاش تاني، وبيدوا السياسيين للمساعد مقعد في الحزب. وبعد كام شهر بتنضم فيجي للجيش، وبيوجه ساشو والقاضي وعيلته العصابة اللي جايين يتهجموا عليهم بكل شجاعة، وبيقدروا يهزموهم. وبيتجوز بهاجة وكاتشي، وبيغنوا وبيرقصوا مع بعض. وبس يا سيدي، دي كانت كل حاجة معانا النهاردة. اتمنى تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، خلونا نوصل 200,000 مشترك في اسرع وقت. سلام.